بركاته في فيديو جديد. حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكشري المصري مع بعض. ده نص كيلو مكرونه تحميره على سباكيتي. انتوا تحبوا تعملوا اي صنف انتوا عايزينه عادي. ده نص كيلو رز مغسول. دول بصلتين وسط. انا بحب اعمله بالبصل الاصفر لانه ما بيتحرقش معايا. والتوابل هنا ملح وفلفل وكمون، وسنه بابريكا عشان الصلصه ما شاء الله حمرا معانا اهي. ودول 3 معالق شعريه، نص معلقه توم صغيره، وده معلقه دقيق كبيره على معلقه ملح. ومعانا هنا حمص انا نقعاه في ميه سخنه عشان اخلص بسرعه عشان انا مستعجله يعني. ومعانا هنا عدس بجبه. انا جايبه تمن وتمن يعني على قد الوصفه يعني. تمام كده. اول حاجه هبدا بيها هي البصل، خليكم معايا. زيت كتير. انا ببدا اول حاجه بالبصل عشان بخلص تحمير البصل وبعمل بيه بالزيت بتاعه بقيه الاكل. فمعانا زيت هنا كتير. هننزل بالبصل بعد ما يسخن. هننزل بالبصل على نبينا محمد. هنا انا حطيت ميه فيها معلقه زيت ومعلقه ملح. اسيبها تغلي عشان اسلق فيها المكرونه. انا شوحته شويه صغيرين وبعدين هنزل بمعلقه الدقيق على معلقه الملح. هقلبه على كده. انا حطيت الحمص اهوت السلق. بص ما شاء الله الحبايبات قد ايه، ما كملتش نص ساعه نقعها في ميه سخنه يعني. هنا كمان حطيت العدس عشان يتسلق. هحط فيه سنه توم صغيره واسيبه يتسلق مع نفسه. سنه توم وحبه كمون. حبايبي انا مش هحمره اكتر من كده. انا هشيله بقى وهوريكم ناشف ازاي وحلو. البصل هنا بعد ما اتحمر انا بنزل عليه بشويه كزبره بس ناشفه كده، حوالي معلقه صغيره بس. هوريكم بقى هو مقرمش ازاي وجميل. بس شايفين ومش محروق. انا بحب البصل الاصفر عشان كده ما بيتحرقش معايا وبيبقى لونه ذهبي وجميل وطعمه حلو كمان. الميه غليت معانا اهي. ننزل بقى بالمكرونه. هنا العدس استوى معانا اهو ما شاء الله. هنصفيه بقى ونشيله في طبق. الحمص هنا نزلت عليه بنص معلقه توم، واحط عليه معلقه صغيره كمون، وهنزل عليه بكيس صلصه من اللي احنا كنا شايلينها في الفريزر. الصلصه دي انا ما بحطش عليها زيت ولا اي حاجه، وانا بشيلها عشان لو احتجتها في حمص زي كده. ادي الزيت بعد ما صفيناه من البصل. هنعمل منه الرز اهو. خدنا منه حوالي معلقتين كده كبار. لما الزيت سخن نزلت بالشعريه واسيبها تتحمر. هنا ننزل بشويه زيت. لما الصلصه تسخن ننزل بالثوم. لما تسخن كده ننزل بالثوم، ننزل بالصلصه. بس شويه ما تتحمر ننزل بالرز بتاعنا المغسول. وادي العدس هرش عليه شويه كزبره، احط عليه سنه توم وهسيبه. ننزل بالملح والفلفل والكمون والبابريكا، نغطي عليها ونسيبها. الرز بعد ما شوحنا شويه هننزل بالميه. انا بشوحه بتاع 5 دقايق كده. وبعدين احط فيه هنحط مثلا معلقتين ملح وشويه كمون ونسيب. المكرونه استوت معانا. هصفيها بقى وارجع لكم. ادي المكرونه بعد ما خلصت. هننزل عليها بمعلقه زيت من اللي اتبقى من البصل ده، معلقه واحده بس كده خلاص. بصوا حبايبي هنا الطماطم اهي اتسبكت. انا ما بحبهاش تكون تقيله. الصلصه بتاعت الكشري ما بتبقاش تقيله، جميله جدا. ممكن تحط عليها سنه خل بسيطه صغيره، سنه خالص.
انا خليته غلي شويه ونزلت عليه بعصير ليمونتين. طبعا اللي عايز يزود عن كده يزود، انا بدوق وبلاقي طعمه عايز ليمون بزود ليمون. الرز استوى اهو معانا، بسم الله ما شاء الله. ادي الحمص بعد ما استوى يا اخواتي، احلى حمص هتاكلوه ان شاء الله. انا ما بعملش دقه على فكره جنبيه، ولو عملت دقه باخد من ميه الحمص دي واحط عليها ليمون وسنه توم وسنه خل وخلاص. لو هعمل دقه كده، لكن انا بحط كده الحمص بالشوربه بتاعته جنب الاكل، يعني جنب الكشري. وكده يبقى خلص الكشري، وهغرف بقى واوريكم. ايه رايكم بقى في احلى طبق كشري مصري جميل؟ قدمته بقى ومعاه طبق سلطه، وده رغيف عيش من الشامي حمصته من الزيت اللي اتبقى من البصل، برضو بيدي طعم حلو قوي. وده حمص اهو، كوبايه حمص حلوه الواحد يشربها كده عليها شطه تجنن. يلا جربوه وقولوا لي رايكم في التعليقات.